عندي. وانتم ماشيين لو في بس ريجستريشن شيت مدام اماني او ادهم مع الاورجنايزرز ممكن يكتبوا اساميهم طلاب القسم. اوكي؟ مهم بالنسبه لي، انا شايفه كذا حد. في طلبه من الجامعه المصريه كمان. حد يعمل كده، وطلبه المصريه مش مشكله، بس الام اي اس لازم يكتب ان هو ام اي اس، عشان انا طلبت ان هم يحضروا، وهم في ناس لبت الدعوه وجيت تسمع حضراتكم حتى لو ما عندهمش النهارده محاضرات. انا بيسعدني طبعا ان انا ارحب بخالد بيه حسن، احد رواد الاعمال الكبار في مصر، عشان انشا من سنوات طويله جريده عالم رقمي كانت بتعكف على التكنولوجيا، وما كانش ساعتها حد بيفكر يعني ايه عالم رقمي ده، وكلمه رقمي دي ما كانش حد يعرفها قوي. من سنين السنين هقول لكم الحكايه بتاعتها. ساعدني ان انا ارحب بمدام فاتن الخولي، احد يعني ناشطين بشكل كبير جدا في تطوير قدرات الطلاب على مستوى رياده الاعمال والابداع. وطبعا الباشمهندسه دعاء ممثله عشان دعاء كانت جايه، ممثله وزاره الاتصالات معانا. يسعدني طبعا اني ارحب بيها. الحقيقه عالم رقمي قصه نجاح كبيره جدا، حتى الحكومه المصريه يعني اعترفت بيها بشكل كبير، وبقى هم بيشتغلوا يدا بيد. النهارده احنا بندي الندوه دي ندوه الابداع طريقه النجاح، بتتم من العام ال19، وهم منوريننا هنا في الكليه للعام ال10 على التوالي برعايه وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فالندوه الحقيقه احنا طبعا زي ما انتم عارفين احنا عملنا انشطه هنا، زي مثلا تدشين حاضنه اعمال بايلوت. ولادي اللي في سنه ثالثه الترم الجاي هياخدوا المانجمنت اوف تكنولوجي اند انوفيشن كورس. احنا بندرس كورس من فتره كبيره جدا، من 12 سنه من 15 سنه بدانا هنا ان احنا ندرس الاي سي تي بيزد انتربرينور شيب ككورس كامل. وافتكر ما فيش حد في مصر، يمكن الجامعه اليابان الالماني عندها موديول شبيه، لكن احنا وجامعه النيل ممكن، لكن ما فيش جامعه حكوميه بتدرس كورس زي ده الحقيقه. يعني احنا بندرسه جوه الكريكولم بتاع الاي اس،